السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعله الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. والله الأمر محزن، أمر محزن ويحزن قلب كل مؤمن. لعل لاحظت اليوم أو قبل يوم أو يومين فصاعدا، يعني منا وروح، لعل لاحظتم أنه الاكتظاظ هذاك اللي كان في المسجد الأيام الأولى قد خف ونقص. يعني هذيك الزخم وهذاك الغاشي اللي كنا نشوفوه في الأيام الأولى من بداية رمضان، مع أننا ما زلنا في الأيام الأولى، يعني مر علينا الثلث الأول فقط. فالثلث الأول بدأ الناس يعني منذ البارحة وقبل البارحة اليوم، يعني لاحظنا بأن المساجد يعني فرغت شوية. لماذا نعبد الله على حرف؟ لماذا نعبد الله كأننا رانا دايرين مزية؟ ملاحظة، أنا مانيش نتكلم ولا نلوم الناس اللي يقولوا عليهم باللي عباد رمضان وعباد المواسم، لا والله ما راح نقول عليهم. هذا بيت الله وأنتم ضيوف الرحمن، فمرحبا بكم متى شئتم وأن شئتم. فإذا جئتم إلى بيت الله فمرحبا بكم، إذا لم تأتوا فذلك يعني الله عز وجل لم يوفقكم بأن تأتوا إلى بيته. لكن بالله عليكم خوتنا يعني اللي راهم ذوكا خرجوا من المسجد، يعني قولوا لنا هي الحاجة هذه اللي خلاتكم تروحوا من المسجد لهذا الأمر الذي وجدتم يعني فيه راحة أكثر من المسجد. أنا مش نقول لك باللي أنه صلاة التراويح واجب عليك، لا ولا فرض، لا هي سنة، لكن شحال رانا نصليوها في العام؟ شهر في العام. انت شحال راك تقصر يعني في لحومتك، ولا القهوة اللي راك تروح تريح فيها، ولا المكان اللي راك تروح فيه، يعني على العام، على طول العام وانت في ذاك المكان. فلماذا أنه نخرج من المسجد وما نروحش للمسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح، ونروح للمكان هذا اللي راني نروح ليه؟ وش هي الراحة التي وجدتها في هذا المكان ولم تجدها في بيت الله؟ ماذا رأيت من المسجد؟ ماذا رأيت من الوقوف بين يدي الله؟ يعني أعطونا هذا المكان الذي تجد فيه الراحة والطمأنينة وراحة النفس وراحة البال وانشراح الصدر أفضل من المسجد. قولوا لنا عليه باش نجو معاكم احنا ثاني، لأنه ما أظن أنه الإنسان يغير مكان المكان إلا أنه رأى المكان الثاني هو أفضل من المكان الأول. فلماذا عبادتنا رقيقة؟ لماذا صلاتنا مع الله عز وجل فيها هذه الخفة وفيها هذه الرقة؟ ما إن يعني مباشرة يعني إنسان يدخل اليامات الأولى أنه يصلي التراويح ويحضر وكذا ويصلي، مباشرة بعد أيام فقط طف عاود يولي ما يروحش المسجد، ولا يقعد في الحومه يقصر، ولا راه في القهوه، ولا راه يشوف فيه ماتش، ولا راه قاعد يلعب في الدومين ولا كذا. يعني امور فارغه تافهه جدا، مع انه صلاه التراويح ساعه ونصف فقط تحضرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع امامه حتى يسلم، حتى بعد الصلاه كتبت له اجر قيام ليله. قيام ليله يا صاحبي. علاه؟ لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا؟ علاه؟ لأننا لا نستعد جيدا لرمضان، لأنه في أيام شعبان ورجب نكون لاهين وغافلين، فمستحيل أنك تدخل في العبادة تاع رمضان، يعني تولي تصوم وتقوم وتقرأ القرآن وعبادات وكذا وقيام مباشرة. لابد لها من استعداد، وهذه اللي كنا نتكلم عليها في شعبان. الإنسان دائما لما يدخل أي حاجة لازم يستعد لها. حتى الرياضي مستحيل تسيب واحد يدخل يلعب كرة القدم إلا لو لازم له تسخينات وتدريبات قبل ما يدخل المباراة، ويكون عنده خبرة وتجربة تاع سنوات. لابد له من هذه التسخينات، هذيك اللي تخليه يكمل المباراة كامل. فكذلك العبادات، رمضان قبل ما تدخله لازم تكون عندك تسخينات، الصيام، القيام،
قراءة القرآن باش تداوم، لأنه كي يدخل عليك رمضان ما تدخلش عليك حاجة جديدة، تكون اعتدت على هذه الأمور قليلا، فشوية إنسان، شوية صبر، شوية قوة، شوية إرادة. يا خوتنا عباك علي رانا نكلموكم، صلتك بينك وبين الله عز وجل ومش بينك وبين البشر. راك حياتك كاملة راك صلتك مع البشر ومعاملتك كلها مع البشر، ودائما تصب لي معاملة مع البشر معاملة ما تسواش. فماذا رأيتم من صلتكم ويعني وقربكم مع الله عز وجل حتى رحتوا قعدتوا مع ناس يعني لا يسمنون ولا يغنوا من جوع، ثم تقول بلي أني عايش معيشة ضنكا؟ أنت تهرب من الله، أنت تفر من لقاء الله. إلى ماذا؟ إلى اللهو واللعب، وإلى الغيبة والنميمة ومجالس يعني اللي فيها الزور وفيها الكلام الذي لا يليق، إن لم نقل فيها السب وفيها كذا. أنا نصيحة أذكر بها نفسي أولا ثم أذكر بها إخواني، ما هي إلا أيام معدودات. ربي قال أياما معدودات لعلكم تتقون، أيام معدودات. شهر رمضان أيام معدودات، وهو محطة ليست ككل المحطات. رمضان كاين واحد، وممكن هذا رمضان اللي حضرته سنة لا تحضره العام القادم، بالك العام القادم تكون في عداد الأموات، تكون تحت التراب خلاص. فاجعل كأنه هذا رمضان هو الأخير اللي راك حتصومه، قيام، صيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة، بر، يعني إنسان يتعب شوية وينصب حتى لعله الله عز وجل يكتبك من العتقاء من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيام، أي بقت لنا 20 يوم، إنسان يحاول يربط على نفسه، يربط، يصير شوية، يقوي صلته بينه وبين الله عز وجل، لأنه قد ما تقوي صلتك بينك وبين الله عز وجل راح يفتح عليك أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب الرزق من جهة منها تكون سهلة. فمع الله اعتصموا بحبل الله، اعتصم بالله عز وجل وتوكل على الله، واجعل قربك إلى الله، واجعل صلتك بينك وبين الله. أياما معدودات، أياما معدودات، لا تضيع هذه فرص، يعني ما تعود لكش، ممكن ما تعود لكش. الله أسأل أن يقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آمين. بارك الله فيكم وصحة صحوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.